ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا لولي معاكم من قناة لولي تشانل. النهاردة بقى هنعمل مع بعض اختراع الجبنة الرومي في البيت. انا نفسي ما كنتش متخيلة ان هو هينجح بالشكل ده، وفعلا طعمه في الاخر طلع حلو جدا جدا جدا، من غير بقى بيض ولا بطاطس ولا جبنة قريش ولا الكلام ده كله. معايا حوالي 200 جرام جبنة رومي، ومعايا نشا وزبدة وزيت وملح ولبن، حاجات كلها موجودة في البيت. هتوفري جدا، هتعملي من اقل من ربع كيلو جبنة رومي هيطلع معاكي كيلو. ودي طبعا جبنة موتزاريلا، لو حابين ان الجبنة الرومي بتاعتكم لما تسيح تمط. لو مش حابين ممكن تحطوا جبنة نستو او جبنة كيري عادي جدا. ولازم الجبنة الموتزاريلا نوعها يكون حلو علشان الجبنة تمط معاكم لما تسيح. طبعا بقى هجيب الحلة، واول حاجة هحط فيها كوبايتين اللبن. اللبن لازم يكون مبستر علشان يطول مدة الجبنة الرومي وما تبصش معاكم بسرعة في التلاجة، يعني هو زي المادة الحافظة. بلاش لبن بلدي، يا اما اللبن بودرة ومتدوب في مية. هحط كوبايتين اللبن وبعدين هحط عليها النشا اللي معايا دي حوالي 8 معالق، وادوبهم كويس جدا في اللبن لحد ما يبانش اليوم اي اثر. وبعدين هحط مكعب الزبدة الصفرا، وطبعا ده اختياري، لو مش حابين تضيفوه مش هيأثر معاكم في الوصفة. ومعلقة ملح علشان الجبنة متطلعش معاكم دلعة، لازم تحطوا معلقة ملح صغيرة. ودول 5 معالق زيت، يعني اقل من ربع الكوباية. ودي بقى نص كوباية الجبنة الموتزاريلا، دي طبعا اساسية في الوصفة، مينفعش ان احنا نستغنى عنها. ممكن نبدلها بجبنة كيري او نستو، لكن مينفعش نستغني عنها. وهنقلبهم كده كلهم مع بعض، وبعدين بقى اقطع عليهم الجبنة الرومي. على فكرة المقادير دي ممكن تحطوا تمن جبنة رومي بس انا حاطين 200 جرام على اساس ان طعمها يطلع اعلى. ما تبشروش الجبنة يا جماعة، لازم تقطعوها عشان لو اتبشرت مش هتديكوا نتيجة حلوة. بحط كده كل المكونات على بعض من غير ما احط حاجة قبل حاجة، وممكن تحطوهم كلهم في الخلاط تضربوهم الاول ضربة وبعدين ترفعوهم على النار. وبصراحة لو كنت عملت كده كان هتبقى احسن. هاخد بقى المكونات دي كلها كده وارفعها على النار، وافضل اقلب بقى فيها باستمرار لحد اما الجبنة معايا تسيح، وابتدي احس ان القوام كده تقل. بجد انا لما دقتها ما كنتش متخيله ان طعمها هيطلع حلو قوي كده. انا بقى ما اكلتش منها في نفس اليوم. احسن حاجه ان انتوا تبيتوها يوم او يومين بعدين تاكلوا منها، لان لو اكلتوا منها في نفس اليوم مش هتحسوا بطعم الجبنه الرومي القوي. يعني طبعا لازم الجبنه الرومي اللي تكونوا مستخدمينها في الوصفه دي تكون قديمه جدا. كل لما تكون قديمه اكتر يكون طعمها اقوى والطعم يبان. هفضل اقلب بقى كده باستمرار. طبعا لو حابين تضيفوا لون اصفر مفيش اي مشكلة، بس انا هنا ما حسيتش ان هي محتاجة لون، واكتفيت باللون الاصفر الفاتح اللي طلع من الزبدة ومن الجبنة. وفي ناس بتحط كركم، في ناس بتحط زعفران، بس انا ما حبيتش اضيف اي حاجة عليها. طبعا لو عايزين تضيفوا فلفل اسود هيدي طعم حلو، بس هو بصراحة ما كانش متاح عندي. بفضل بقى اقلب فيها لحد ما الجبنة الرومي تسيح تماما وقوامها يتقل.
بصوا بقى هنا ابتدت الجبنة الرومي تسيح ازاي. بفضل اقلب باستمرار، اوعوا تسيبوها. بصوا بقى طبعا المطة دي من الجبنة الرومي والجبنة الموتزاريلا. تكملي تقليب على النار كده زي ما انتي، لحد ما تتحول معاكي زي العجينة زي ما انتوا شايفين. ولو حسيتي ان السمنة يعني اللي انتي حطاها في الوصفة حسيت ان هي طلعت برا شوية في المرحلة دي، مفيش اي مشكلة، كملي تقليب زي ما انتي وهي هتدخل تاني لجوه. هي بتقعد معايا على النار حوالي يعني من 8 ل10 دقايق، افضل اقلب فيها كده لحد ما تطبخ وتستوي معايا شوية، وبعدين بطفي عليها. او بصوا ده كده المرحلة اللي انا عايزاها. او كده بقى بعد ما سبتها شوية حلوين هي خلاص اتحولت للعجينة. انا هنا زي ما بقولكوا كده حسيت الزبدة ساحت شوية معايا كده وخرجت برا الجبنة، فقلبت كتير علشان تدخل جواها تاني، وفعلا ده اللي حصل. ولو حابين تستغنوا عن الزبدة وتخلوا الزيت بس علشان كمية الدهون ما تبقاش كتيرة كمان، خصوصا لو الجبن اللي انتوا ضايفينها جبن دسمة، فمفيش اي مشكلة. كده خلاص بقى جهزت معايا. جبت طاجن بايركس عندي علشان يبقى سهل لما اجي اقلبها. طبعا حطوها في اي حاجة، المهم تبقى سهلة وانتوا بتقلبوها، او حطوا كيس بلاستيك او ستريتش في قعر القالب اللي انتوا هتحطوا فيه الجبنة. طبعا مهم قوي 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 ان انتوا تغطوا الجبنة علشان ما تنشفش منكم في التلاجة. طبعا انا هنا بقى طلعتها وبقطعها لكم مش في نفس اليوم، لا بعدها بيومين بالظبط، وبجد كانت حلوة جدا جدا جدا. جربوها بجد ومش هتندموا. يعني مقاديرها كلها موجودة في البيت، فحتى جربوا نص الكمية دي، وفعلا يعني هتستغنوا ان انتوا تشتروا جبنة رومي من بره. بس انا هنا بحاول ان انا اقطعها رفيع على قد ما اقدر. طبعا هنا التصوير مفتح اللون شوية، لكن هي على الحقيقة كانت اغمق من كده. ان شاء الله لما اعملها معاكم تاني هضيف لها لون، وهجيب فلفل اسود برضو هضيفه لها علشان الشكل يبقى اقرب للجاهزة. بصوا بقى حلوة جدا ازاي. هتطلع معانا كمية كبيرة جدا. انا وزنتها بصراحة بعد ما خلصت وطلعت معايا بالظبط 900 جرام. يعني كمية هتقضيك الشهر كله فعلا. وهنا بقى انا هحطها في علبة وهشيلها كده خلاص في التلاجة. ممكن تقعد معاكم يعني من 10 ايام ل15 يوم في التلاجة، مش هيحصل لها اي حاجة. لو حابين تحتفظوا بيها في وقت يعني الوقت اكبر من كده حطوها في الفريزر. بصراحة انا لما رصيتها في العلبة دي حسيت ان العلبة دي تقيلة شوية، ولما اجي اوزنها مش هعرف الميزان مظبوط، فغيرت العلبة في اخر الفيديو وحطها في علبة خفيفة شوية. هنا بقى بصراحة كنت عايزة اجرب هل فعلا لما احطها في الميكرويف وتسخن هتسيح معايا ولا لا، فعملت منها سندوتش وهدخله الميكرويف معاكم. بس بصراحة للأسف خيبت ظني، والنوع الجبنة الموتزاريلا نفسه ما كانش حلو فمسحش، لان بصراحة نوع الجبنة ما كانش نوع مشهور قوي،
ف يعني اعتقد ان احنا لو حطينا جبنة موتزاريلا نوع كويس هتسيح معانا. تاني يوم بقى اهو طلعت منها وسيحتها في الميكرويف. انا بجد لو حطيتوها كمان في الميكرويف ساندوتش وسيحتوها طعمها هيبقى اقوى. وبكده اكون خلصت الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والشير، واكتبولي كومنت قولولي فيها تجربوا الوصفة ولا لأ، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة. سلام عليكم.